التموا يا جماعة السوشيال ميديا حاليا مشعللة بين دريك وكين دريك، والسبب أنا حقول لكم هو بينهم مشاكل قرابة 12 سنة. خلينا نكون واضحين، هذا اسمه كين دريك لامار، تمام؟ وهذا اسمه دريك. هذول الاثنين من 12 سنة بينهم ديس تراك وبينهم راب. الديس تراك يعني انه لسلسة من تحت الطاولة، منافسة بين الرابر بس ما نذكر اسامي، اقول فلانة حطت وفلانة سوت بس ما اقول اسمها بالصريح وانا اقصدها، تمام؟ طبعا كين دريك لامار قال لدريك انه خلينا لا نجيب طار العائلة في الرابات. انت تعرف رابات الامريكان اللي يسمعها لازم يصير كفارة، مرة موضوعهم كبير. قال له لا نجيب موضوع العائلة. فقام دريك ما سمع الكلام، راح دريك منزل في الديس تراك حقه انه كين دريك معنف زوجته. كين دريك منزل راب ملخبط فيه عفش دريك كذا كامل، سووا كذا ميكس وراح نشر الموضوع كذا، كب العشاء باللغة العربية العامية، تمام؟ راح كين دريك مسك سلالة عائلة دريك على راسهم الأب، قال له ليتك راقد ولا إنك جايب هذا الولد. قال له أنا ألومك إنه ولدك مدمن للألعاب الأوراق هذه. قال له أنت ربيت شخص فظيع، أنت جريء جدا يا دينيس. وقال إنه دريك عنده أطفال كثير ما هو معترف فيهم، وعلى راسهم بنت عمرها 11 سنة ما هو معترف فيها للآن. الناس منزلين هذه الصور قايلين اكيد دي بنت دريك اللي مو معترف فيها، منزلين هذه الصورة لهذا الولد قايلين اكيد هذا ولد دريك اللي مو معترف فيه. وما خلص الموضوع هنا، رايح كين دريك هذا قايل انه دريك مسوي اتجار في بيته، وراح منزل هذه الصورة واللي هي ملكية خاصة لدريك. وعليه حاطة المواقع الحمراء هذه، هذا التطبيق عندهم اسمه الجاني، يكشف لك مواقع الأشخاص مرتكبي الجرائم الحنسية عندهم، فهمتوا؟ وقال دريك وهارفي وينستون المفروض يخللوا في الزنزانات عشان أفعاله. طبعا هذا هو هارفي وينستون متهم بالاغتصاب، بالتحرش، بالاعتداء، يعني سمعته ملطخة. فكين دريك شبه دريك بهارفي وينستون. طبعا كين دريك قال انه دريك يكره النساء السود بشهادة واحدة من عارضات الازياء، قال انه دريك طلب منها تمارس اشياء غريبة معه، وقال انه دريك يخفي شذوذ، يعني ما هو ستريت نو يمين. وراح كين دريك مسك ادونيس ولد دريك قال له اعتذر يا ادونيس انه هذا ابوك ولكن دم هو ما علمك، خليني انا اعلمك. قال لي ادونيس الموضوع يحتاج رجال علشان تكون رجال، يعني كلمة من رجال لرجال، وابوك من جنبها. قال أطالع فيه وأتمنيت إنه جدك سوى المستحيل بس ما جاب هذا الطفل اللي هو دريك. إنه أحيانا الآباء يرتكبوا أخطاء والأبناء اللي يأكلوها. أنت طفل جيد، تحتاج قيادة جيدة، يعني تحتاج بصفة عامة شخص كويس يربيك. خليني أعلمك بما إنه أبوك ما علمك حاجة. فقال إنه لا تخلي أحد يزك على حذيانك زي ما صار في أبوه. إنه طلعت